سيد الناس الحلقة ال23 زي ما شفنا ان الحلقة ال22 خلصت لما جوز اخت سيد الناس قطعهوله. عايز اقول لكم بقى الحلقة ديت طبعا المنجم هيطلع الذهب والناس ماشيين، هيكون ابن عم سيد الناس جايب ناس وهياخدوا البضاعة طبعا، لان الراجل اللي شغال مع الكباس كان برضه هيخون سيد الناس، ولكن هيفاجئوا بان هو معاه رجالة وهياخدوا البضاعة ويهربوا. واول ما الجباس يعرف القصه هيتنرفز ويتعصب، وهيعرف القصه اللي ان سيد الناس كان متفق معاه وهيقتله. المهم ما علينا. الجباس هيكلم مجدي اخو سيد الناس ويقول له على فكره انا عرفت لك عنوان فتحيه فين، وهيديله العنوان، ومجدي هيروح لفتحيه وهيبدا يراقبها المره دي، وهيبدا يكلم سيد الناس وهيقول له تعالى لي انا عندي فتحيه، هيبدا مجدي يكون رابط فتحيه، وهيبدا نفس المشهد اللي حصل من فتحيه ومجدي، بس المره دي مجدي اللي هيكون ماسك سكينه على رقبه فتحيه، وهيقول لسيد الناس انا هسالك 3 اسئله، انت اللي صورت ابني خليت حد يصور ابني والكلام دوت، وكل سؤال هتجاوب هتتاخر في اجابته هتبعها. المهم الحلقه بعد كده هيبدا سيد الناس بعد ما مجدي يلحق مجدي ان هو ما موتش، هيبدا يلحق مجدي ان هو ما موتش فتحيه وهينقذها. وعايز اقول لكم يا جماعه الحلقه هتبقى جامده جدا وسخنه بطريقه رهيبه، وهيبدا مجدي ان هو يقول لسيد الناس انت دمرتني ودمرت حياتي، وهيبدا يقول له انت عايز تنتقم منها عشان خاطر مين؟ ما انت عشان خاطر مين؟ المهم سيبها لي وانا هنتقم منها. وهيبدا سيد الناس يضرب في فتحيه ضرب جامد، وعايز يعرف منها اذا كانت هي اللي فعلا قتلت ابنه ولا لا، ولكن هي مش هتريحه وهتقول له مجدي اخوك اللي قتله. المهم اللي سيد الناس هيبقى ما بين اختيار، هو فعلا مجدي هو اللي قتل ابنه ولا فتحيه قتلت ابنه، ولكن الحقيقه اللي قتل ابنه. استنوا الحلقه اللي جايه عشان هجيب لكم اكبر اثبات ان مين اللي قتل ابن سيد الناس. وعايز اقول لكم ان اللي قتل سيد الناس هو الجباس. هقول لكم ليه؟ لان انا في مشهد من المشاهد انا انزل لكم صوره دلوقتي ان الجباس وهو نازل من بيته كان معاه حاجه بيحطها في الجاكيت وخباها، ولما روح البيت ولما كان واقف مع شريكه وقال له لو الحكومه سالتك وقالت لك انا كنت فين كنت عندك. وعايز اقول لكم ما كانش اصلا في مكان، ومجدي كمان قال ان هو كان عنده. واذا يبقى كده الشك كله في الجباس هو اللي قتل ادهم ابن سيد الناس. ومن ناحية تانية بقى ابن جوز اخت سيد الناس هيبدأ عايز ينتقم ويعرف مين اللي عمل فيه كده، وهيبقى عايز يعرف مين هل سيد الناس اللي عمل فيه كده ولا مراته، ولكن وهيروح لمراته يقول لها انت اللي عملتي فيا كده ولا مين؟ هتقول له ايوه انا اللي عملت فيك كده، وهيبدأ عايز ينتقم منها، ولكن سيد الناس هيضربه ويقول له مش انا اللي حريبي تتضرب. المهم بقى ومن ناحية تانية الجباس هيروح يقف قدام سيد الناس بعد ما يعرف ان بنته اتجوزت ادهم وعايز ياخدها بالعافيه، لكن سيد الناس هيرزعه علقه المكن يا جماعه، ويقول له عيب عليك لما تكون مرات ابني قاعده عندي في البيت وتاخدها وتمشي، دي مرات ابني دلوقتي وهي مسؤوله مني، فما ينفعش انك انت تاخدها وتمشي. الجباس هيبقى عايز ينتقم منه ويسلط عليه ناس، ولكن اي حد هيقف قدام سيد الناس هيتدمر. المهم يا جماعه الحلقه الجديده هتبقى جامده جدا. المهم اشتركوا في قناتنا وقت احمد الباجوري اليوتيوب والبيج الفيسبوك تيم الباجوري، والتيك توك المخرج احمد الباجوري. السلام عليكم.